الذهاب. إذن الصدارة ستحسم من خلال الجولة الأخيرة بين الأهلي الذي سيستقبل في القاهرة الجيش الملكي. أمامكم ترتيب هذه المجموعة الثانية: الأهلي ب9 نقاط بفارق نقطة عن الجيش الملكي، يانج أفريكانز ب5 نقاط، وشبيبة القبائل ب3 نقاط. ودع المسابقة رسميا. اهلا بكم من جديد، ورحب بمحللي قنوات بي ان سبورتس، وابدا معك كابتن وائل. نقطة كانت كافية للأهلي، هل يمكن ان نقول انه الاهم تحقق في انتظار الاشياء المهمة عند جماهير ومحبي الاهلي هو تحسين الاداء والتطور قبل ادوار اقصائية لن تكون رحيمة بالفريق؟ فعلا الأهلي حقق المطلوب منه في المباراة، ولكن بأداء أسوأ ما يكون يا أمين، من أسوأ المباريات اللي الأهلي لعبها الفترة الأخيرة، خاصة بعد العودة من كأس الأمم وانضمام اللاعبين. تأثر بدني واضح جدا جدا على اللعيبة، في لعيبة مش قادرة تشير رجليها في الملعب ولا ليها تأثير على الفريق. غياب تام في الجانب الهجومي. بشوف إحصائية المباراة 7 تسديدات للفريق، 7 ركنيات للفريق الجزائري، 6 تسديدات على مرمى مصطفى شوبير اللي أنا بعتبره رجل المباراة بصراحة، وأنقذ الأهلي من خسارة النهاردة على الأقل ب3 أهداف أو 4 أهداف. أنقذ الشوط الثاني هدفين والشوط الأول هدفين. أداء مميز جدا، ولكن علامة استفهام كبيرة على لاعبي الأهلي وعلى تورب وعلى اختياراته وعلى الأداء البدني وكل شيء في النادي الأهلي. كرات الثابتة، لعيبة بترتكب فاولات وبترتكب أخطاء غريبة جدا على النادي الأهلي، مش قادرين حتى نستحوذ ولا نخلق خطورة على مرمى الفريق الجزائري. كان ممكن يكون شكلنا أفضل من كده ونحقق النتيجة اللي احنا عايزينها، ولكن أداء متواضع جدا من اللاعبين. أتمنى ان احنا الأداء ده يتحسن، لأن في خروج المغلوب مش